في 2025 الموضوع ما بقاش ازاي ان انت تبني براند شخصي، الموضوع بقى ازاي تبني براند شخصي يجيب لك ارباح حقيقيه للبيزنس بتاعك. وانا عارف ان انت يمكن تكون جربت وسمعت الكلام ده كتير، لكن خليني اوعدك ان الفيديو ده مختلف، انك بعد ما تخلصه هيكون عندك الخطه العمليه فعلا اللي تخليك تبدا تلاقي نتيجه من اول فيديو. فجهز لي قهوتك وتعالى نبدا في رحله بناء البراند الشخصي في 2025. خليني ارجع بيك لورا شويه. 10 أغسطس 1997، في فترة ما قبل الإنترنت والفيسبوك والإنستجرام والسوشيال ميديا عموما، انتشر مقال مشهور جدا في مجلة فاست كومباني بعنوان The Brand Called You. وفي المقال ده كانت أول مرة تتقال بشكل صريح إن كل واحد لازم يبص لنفسه كبراند زيه زي أي شركة كبيرة. يعني صورتك، سمعتك، مهاراتك، كل ده هو البراند الشخصي بتاعك اللي ممكن يفتح لك فرص عمرك ما كنت تتخيلها. والفكرة هنا ان البراند الشخصي مش اختراع جديد ولا حاجة ظهرت مع ظهور السوشيال ميديا اصلا، والحقيقة ان كل واحد فينا عنده براند شخصي بالفعل، والكلام ده سواء بمزاجك او غصب عنك. الفرق بس دلوقتي ان احنا بقينا بنقدر نحطه على السوشيال ميديا ونوصله للعالم كله. طيب دلوقتي خلينا نسأل سؤال مهم، وهو ليه البراند الشخصي بقى دلوقتي بقى مهم اكتر من اي وقت قبل كده؟ في دراسة بتقول إن الناس اللي عندهم براند شخصي قوي فرصهم بتزيد في الشغل بأكتر من 40%، والسبب بسيط جدا، وهو إن الناس دلوقتي بقت بتثق في الأشخاص أكتر ما بتثق في الشركات. وده معناه إن الفلوس والشغل والعلاقات وحتى شغلك أنت هيبقى أضعاف لو عندك براند شخصي قوي. هل لازم أكون شخص معروف جدا أو انفلونسر أو عندي ملايين متابعين يعني؟ لا طبعا، لان البراند الشخصي عمره ما كان بعدد الفولورز. الفكره ان انت تبني تاثير حتى لو على فئه صغيره من الناس، بس الفئه الصغيره دي بتثق فيك جدا ومهتمه فعلا بالمجال اللي انت بتتكلم فيه وبالقيمه اللي انت بتقدمها. وخليني اثبت لك الكلام ده. الشخص اللي قدامك ده اسمه دينيس سيندلر، شاب بيشتغل كليدرشيب كوتش وحسابه فيه أقل من 1000 متابع بس، ومع كده قدر يحقق أكتر من 20,000 دولار من انستجرام بس باستخدام الفان اللي أنا هكلمك عليه النهاردة. وده يوريك ان العدد مش مهم، المهم فعلا ان انت توصل للشخص الصح. او حتى اليكسي لابوتكو اللي عنده قناة فيها اقل من 3000 متابع بس ونشر عليها اقل من 40 فيديو، بالرغم من كده عنده استشارات بتوصل لاكتر من 50,000 دولار في الشهر الواحد. وبالمناسبة هو لسه طالب ثانوي. وفي غيرهم أمثلة كتير جدا. طيب أنا عايزك دلوقتي تتخيل ببساطة إزاي الناس دي قدرت توصل لعدد المبيعات دي بالرغم إن عندهم عدد قليل جدا من المتابعين. والسر هنا مش في العدد، السر في المصداقية، إن الناس دي تكون مصدقاك وواثقة فيك عشان نقدر ندخلهم بعد كده لأول خطوة في الفانل بتاعتنا. وعشان تبني الثقة ديت لازم تكون متخصص جدا في الحاجة اللي أنت هتتكلم فيها، عشان لما يشوفوك يعرفوا ان انت فعلا المرجع الاول والاخير بالنسبه لهم في الحته دي خصوصا. وكمثال على الموضوع ده انا بتكلم عن التسويق البراند الشخصي مش عن التسويق بشكل عام. كوتش مالك مثلا بتتكلم عن التدريب للامهات وغيرهم في تخصصات كتير، وده سر قوتهم. بعد ما تحدد التخصص بتاعك هتبتدي تختار المنصه اللي انت هتبتدي تنزل عليها، ودي كده اول خطوه في الفانل بتاعتنا. الحاجه التانيه وهي الفري اسيت، وهي ان انت تقدم حاجه قيمتها كبيره قوي بشكل مجاني للجمهور بتاعك، حاجة صغيرة من الخدمة بتاعتك الأساسية بس فعلا هتعمل معاهم نتيجة. وعشان اسهل عليك الموضوع ده أنا سبتلك فايل في أول كومنت بيشرح لك إزاي تعمل الفري أسيت بتاعتك. أما الخطوة التانية هي المحتوى نفسه، ودي بصراحة أهم خطوة. وفي موضوع المحتوى ده خصوصا في رأيين أو مدرستين. المدرسة الأولى بتقول إن أنت تنزل أكبر كمية محتوى أنت تقدر عليها حتى لو الكواليتي بتاعهم مش أحسن حاجة. أما المدرسة التانية اللي بتقول إن أنت تنزل محتوى بكواليتي عالي حتى لو ده هيجي على حساب الكمية. ولو هتسألني عن رأيي في الموضوع ده فأنا شايف إن أنت لازم توازن بين الاتنين، لأن زي ما احنا اتكلمنا في الأول احنا بنلعب على الثقة. وأنا شخصيا كل ما بشوف فيديو معمول باحترافية كل ما بقى عندي ثقة أكبر في الشخص اللي قدامي. الخطوة اللي بعد كده وهي الأوتوميشن، ودي ليها طريقتين. يا إما تسيب طريقة تواصل واضحة بعد ما ياخد الأسيت بتاعتك، يا إما تعمل أوتوميشن إن هو ياخد الإيميل أو أي طريقة تواصل من الشخص اللي هياخد الأسيت من الأساس، وساعتها تقدر تتابع معاهم وتبيع بشكل اوتوماتيك. وزي ما قلت لك انا سايب لك الشرح ازاي تعمل الاسيت بتاعتك في اول كومنت، لان دي اول خطوه بالنسبه لك واللي مش هينفع تبدا الكلام ده كله من غيرها. كده اظن كل حاجه بقت واضحه. الاختيار دلوقتي قدامك، يا اما انت قرر ان انت تبدا او تقرر ان انت ما تبداش. انت معاك كل المعلومات اللي انت محتاجها في الفيديو ده. عيد الفيديو اكتر من مره علشان تقدر تفهم كل كلمه اتقالت. وخلي بالك كل سيكشن انا حاولت اختصره لك باكبر طريقه انا اقدر عليها، لكن كل سيكشن حرفيا تقدر تلاقي له كورس مخصوص. فانت اللي عليك دلوقتي ان انت تاخد كل حاجه من اللي انا قلتها وتبدا تذاكرها، وبكده يكون الاختيار في ايدك. اما ان انت تستغل الفرصه ديت وتعمل اكبر حاجه تقدر عليها عشان تطلع نتائج منها، او ان انت تضيع الفرصه دي من ايدك زي ما حاجات كتير ضاعت منك.
سلام.